يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم بقى النهارده فيديو جديد كله حماس وطاقه ايجابيه كده وتفريزات وحاجه كده مش قادره اقول لكم من الاخر. نزلت بقى زي ما انتم شايفين كده، لميت كل الكرنب اللي في السوق وقلت لازم نعمل بقى ايه حبه تفريزات كده. طبعا المحشي لا غنى عنه في شهر رمضان، فانا قلت بقى ايه خلينا نشتري كده ونفرز قبل الشهر الكريم. وفي نفس الوقت ان احنا نشتري الكرنب البلدي، لاني انا عرفت دلوقتي ان الكرنب اللي هو السبعيني ده نزل. مش كل الناس ممكن بتحب تاكله او بناكله واحنا مضطرين، فقلت لا خلينا بقى ايه نعمل كده اكله حلوه ومختلفه. وفي نفس الوقت نعمل ايه حبه تفريزات كده معانا يقضوا الشهر معانا ايه كله. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني، انا هدير ودي قناتي. ولو القناه عجبتك تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو انتي مشتركه معايا تنزلي تحت تحطي لايك، وكمان تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. بصوا كده، النهارده رحت السوق اول حاجه الصبح، يعني جبت كل الكرنب اللي انتوا شايفينه ده. ورجعت على طول عشان خاطر ايه نفرزه مع بعض. انا عارفه دلوقتي ان الكرنب السبعيني نزل وكده، فقلت لا قبل ما اعمل المطبخ قبل ما اعمل مواعين. بصوا المطبخ كان يضرب يقلب، بس برضو انا ايه قلت اول حاجه خلينا ننزل نشوف احنا محتاجين ايه من السوق تحت، وبعد كده هنطلع على رواقه نظبط الدنيا دي كلها. المهم اول حاجه كده قلت بسم الله. غسلت بقى، طبعا حطيت الحاجه زي ما انتم شايفين كده على الرخامه وعلى الارض، ويعني زي ما انتم شايفين كده. قلت بقى ايه نسحب ونفضي الحاجه، وبعد كده بقى ايه نشوف ايه اللي ورانا. اول حاجه بداتها زي ما انتم شايفين كده، لمعت البوتاجاز اديته تلميعه. هو كده كده كان يعني نظيف، بس هو كان عايز تلميعه كده من فوق الوش، فاديته تلميعه كده محترمه. وقلت خلينا نشوف ايه يعني نشوف هنبدا بايه. اديت بقى حله على النار وولعت عليها كده النار، وهنغلي اول حاجه نسلق الكرنب ده. انا عايزه افرزه وفي نفس الوقت مش عايزاه يتهري منك، لان هو لسه هيدخل فريزر او تلاجة او كده، فهو بيزيد السوا بتاعه شويه. يعني لما بتدخلي حاجه فريزر بالذات الكرنب او اي حاجه من الورقيات دي بتلاقيها ايه زادت في السوا بتاعها. فانت يا دوبك هتعملي الكرنب هتعمليه يا دوبك هتديله بس شمه في الميه السخنه كده وهتطلعيه على طول. طبعا اول حاجه بتطلعيه بتبرديه قبل اي حاجه على ما الميه تغلي. قلت خليني اوريكم كده انا جبت ايه. جبت بطاطس، ده نوعين من البطاطس، واحده رملي وواحده اللي هي طيني دي. الرملي دي كانت ارخص شويه، كانت ب11، التانية جبتها ب16، ففرق 5 جنيه بصراحه. جبت من دي ومن دي. وكمان جبت من البصل الاصفر، البصل التاني لقيته ب30 جنيه، البصل الاصفر كان عامل 12 جنيه، فطبعا فرق برضو كبير. رحت جايبه من البصل اللي هو الابيض ده الاصفر. جبت 3 و2 برضو يبقوا موجودين عندي. بحب الحجم الوسط ده، وبحب اجيب برضو ايه كام بصلايه كبيره، بحيث ان انا لو هعمل محشي او هعمل حبه حاجات يعني محتاجه بصل كتير. انما انا في الطبيعي معظم البصل اللي انا بستخدمه اللي هو الوسط ده. وجبت جزر ربع بس، وجبت كيلو خيار كان عامل 15 جنيه مش عارفه ليه. وجبت كمان طماطم. الطماطم كانت كيلو ونص ب10، فجبت كيلو ونص. زي ما انتم شايفين كده ايه حاططهم في المنظم اللي هو بتاع التلاجة ده، ودخلتهم ايه على طول على التلاجة. وبعدها بقى قلت ايه خلينا ايه ما نشوف الموز ده كان من امبارح عندي. فانا في طبيعتي يعني لما بيكون عندنا موز يعني بنحب نعصره ونشربه ايه بدل ما هيبوظ اكتر. احنا مش بناكل الفاكهه، في ناس ممكن تقبل طعمها تكون طريه، احنا من الناس لا، ان لو الحاجه طريه ولا انا ولا ولادي مثلا ممكن ياكلوها. فزي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، احنا الموز عندي مش بيقعد، يعني ما شاء الله عليه ممكن يخلص 3/4 في نفس اليوم، بس ما نقدرش بقى ايه مش هيقدروا ياكلوه تاني يوم. قبل الموز انا ده جزء من الفيديو اللي قبل ده، بس برضو انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو يا جماعه والله. فانا كنت هنا محوشه كميه من القشطه عندي. دي القشطه اللي هي بتاعت وش اللبن. انا وريتكم كذا حاجه قبل كده ان انا بعمل القشطه على طول، دايما بعمل قصدي الزبده على طول في البيت. فاكمن احنا التكمله بتاعت الفيديو ده، التكمله بتاعت القشطه دي في قلب الفيديو الجديد ده. فانا وريت لكم الجزء القديم ده، انا كنت لاغياه من الفيديو اللي هو اللي قبل ده على طول. المهم زي ما انتم شايفين كده عملت الزبده في البيت. انا بجمع القشطه بتاعت وش اللبن كل فتره، واول لما تتكون عندي كميه محترمه كده بروح ايه مسكاها عاملاها على طول ايه زبده. زي ما انتم شايفين كده حطيت السلاح اللي هو البلاستيك اللي هو بتاع الكبه، مش السلاح اللي هو فيه الحديد، السلاح اللي هو بتاع الضرب. السلاح ده بعمل فيه ايه بعمل بيه ايه السلاح ده بعمل بيه القشطه زي ما انتم شايفين اللي هي الزبده. بعمل بيه بنضف بيه اللي هو الممبار. اي سلاح عندك بتاع كبه بلاستيك تقدري تعملي بيه الحاجتين دول وكذا حاجه تانية، بس يعني على ما اتذكر ان دول اكتر حاجتين ممكن تستفادي بالسلاح اللي هو البلاستيك ده. ممكن تضربي بيه حاجه لو عايزه تضربي وما عندكيش خلاط، قصدي مضرب، فممكن تعملي بالسلاح ده.
فدي كميه القشطه اللي انا كنت مجمعاها في الفريزر، وانا كده كده كنت بنضف الفريزر وكده، فايه قلت خلينا نطلعهم نعملهم بقى ايه زبده. زي ما انتم شايفين كده معايا دلوقتي، حطيتها كده في قلب الكبه، وحطيت السلاح البلاستيك ده، وهبدا ان انا اشغل الكبه واضربهم. بنضف بس المكان بقى حوالينا كده. بصوا ده كان الفيديو اللي قبل ده على طول يا جماعه، بس هوريكم بقى في الفيديو ده انا كملت اللي هي القشطه ازاي، الزبده ازاي. قلت بقى بسم الله وهبدا ان انا اضرب القشطه بتاعتي دي كويس. اول لما هتبداي تضربيها هتلاقيها بتختلط كده ببعضها، وبتديكي قوام كريمي شويه، بتختلط كده بتتضرب بتبقى عامله زي الكريمه. وبعد دقيقه، بس دقيقه ونص كمان من الضرب وكده، هتلاقيها بدات تلم معاكي، هتلاقي الميه بقت لوحدها بتفصل والقشطه بقت لوحدها. طبعا اول لما هتلاقيها بتلم معاكي ما تضربيش بقى فيها كتير، هي خلاص كده الشرش بتاعها او الميه بتاعتها نزلت، والزبده اتجمعت كلها في مكان واحد. فبصوا هنا انا بشوفها بالاسباتيولا كده، لقيتها ايه لسه بس عايزه سيكه صغيره تاني، فهضرب برضو ايه لحد ما الاقيها فصلت كلها والميه بقت صافيه شويه. هتركن كده على جنب. بصوا هنا بقت تتلم معايا اهي كتل الزبده يعني. بصوا بضرب اللي هو ضربه بسيطه، بوقف لحد ما بتديني الزبده كده، بلاقيها اتجمعت ولفت كلها في قلب الكبه، والشرش بتاعها او الميه بتاعتها ايه بقى على جنب تاني. بصوا هنا بدات اطلعها. بصوا اهو ده السلاح بقى اللي بقولك عليه، بيختلف طبعا من شكل كبه للتانيه او من نوع وماركه كبه للتانيه، بس هو ده. بصوا بنضف بقى، بنزل كل دي زبده يا جماعه، بنزلها كده على مصفى، وببدا ان انا المها بايدي. بلاقيها بصوا بدوس عليها كده دوسه خفيفه، بلاقي الميه بتنزل منها. طبعا احنا في الوقت ده كده محتاجين شال عشان خاطر نصفي عليه الزبده بتاعتنا. بصوا زي ما انتم شايفين طبعا هي لو بميه ساقعه، انا ما كانش عندي تلج اليوم ده، بتبداي تلميها بتلج او بميه ساقعه في قلب طبق كده، بتبداي تلميها بتتلم معاكي برده بكل سهوله، بس انا لا كان عندي ميه ساقعه ولا كان عندي تلج. فببدا المها كده واكورها واحطها ايه كلها على المصفى دي دقيقتين كده تنزل كل الميه بتاعتها. بعد كده هنكمل نصفيها على الشال اللي بقول لكم عليه. طبعا بعتذر لكم بقى عن شكل ايدي، بس مش هينفع اي حاجه تانية غير كده. لو عندك بقى الميه الساقعه دي بتخليها بجد بتلم وبتبقى جميله قوي. برضه هعملها معاكم ان شاء الله في مره تانية اكون مجمعه برضه كميه ايه من القشطه. بقى للفيديو بتاعنا، الشال ده انا كنت حاطه فيه مجمعه فيه كل كميه القشطه اللي انا ضربتها في الكبه وكده وصفيتها. قعدت بقى معلقاه يوم بحاله الشال ده او الجزء القماش ده، قماشه بيضه كده، او الشال الابيض اللي هو بتاع القشطه لو عندك. انا ما كنتش لاقيه الشال، فاتصرفت دي جزء من البافته كده برضو خفيفه، فروحت حاطه فيها القشطه ومعلقاها كده بقلب شريطه ستان في قلب الضلفه بتاعه المطبخ، وحطيت تحتيها طبق عشان كل طبعا الميه اللي فيها ايه تنزل. هبدا ان انا احطها بقى على النار. الزبده بتاعتي دي بصي انا مش جايبه زبده الشرقيه، لا دي حاجه تانية خالص، دي حاجه بخيرها بقى. دي هحطها على النار كده تسيح، ونبقى عملنا بقى احلى زبده. دي كانت فتله كده من القماشه، حطيت بقى ايه احطها على النار كده وهفضل واقفه قدامها. قلت طالما انا كده كده هعمل الكرنب، فخلينا ايه نفضل واقفين برضو قدام القشطه. نحطها بقى على النار ونسيبها، بس تسيبيها وتفضلي واقفه جنبها، يعني نسيبها على النار كده نفضل واقفين ايه مراقبينها يعني. زي ما انتم شايفين كده هتطلع معاكي احلى سمنه بلدي في الدنيا، يعني بتاعه وش اللبن دي بتبقى واخده خير اللبن كله، بتبقى اصليه مش قادره اقول لكم على الجمال. هنلمع الرخامه بقى حوالينا كده ونبدا نشوف. كمان كنت شاريه كرتونه من البيت، طبق من البيت كان عامل 155 جنيه. ما عرفتش اصور قوي وانا بصور لكم الخضار، لان الدنيا كلها زي ما انتم شايفين في المطبخ كانت عامله ازاي. فهنا هرصه بقى في قلب العلبه بتاعته بتاعه التلاجة. لقيت كذا واحده مكسوره، فببدا ان انا اجيب فوطه والمعها كويس قوي، انشفها من كل البيض، او ممكن تغسليها بس عشان خاطر لو حطيتيها كده البيض بيمسك في بعضه وبيتكسر لما بتيجي تطلعيه يعني تاني. فبدأت كده ارص برضو كل البيض اللي عندي. طبعا بتأكد ان هو ناشف عشان الزفارة وعشان ريحة التلاجة وعشان البكتيريا كذا حاجة يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده. بس خلصنا بقى ورصينا البيض بتاعنا، هنشيله في التلاجة ونبدأ نشوف اللي بعده الكرنب بقى. طلعت بقى واحد من المفارش اللي هي بتاعت الاكل دي، بصراحة خطيرة، بتفرشيها على الرخامة وانت بتنضفي اي حاجة يعني وانت بتاكلي وانت بتشربي. بس هو عشان عريض قوي فانا قسمته نصين كده، انا مش محتاجة غير النص ده، هو ده اللي هنضف عليه وهظبط عليه كل حاجة. بدأت بقى كنت جايبة هنا 6 كرنبيات. الكرنبات دول انا 4 بس ممكن يكونوا ليا و2 بس
بس لاختي، هي عروسه جديده بقى وكده وبتدلع علينا، فانا قلت ايه خلينا نعمل معاها واجب. هي قالت لي انا مش هعرف، يعني مش هعرف انقيه، فانا بصراحه يعني بعرف اشتري الحمد لله الكرنب، بفهم فيه شويه. فقلت لها ايه خلاص انا هجيبهم انا ويعني واعملهم لك وافرزهم لك وابعتهم لك يا دوبك على الحشو على طول. قالت لي ماشي. بصوا هنا كنت بوريكم السمنه ان انا متابعاها من وقت للتاني، بدات المرته بتاعتي تحمر، فخلاص انا مش محتاجه اكتر من كده. لو انت بتحبي لون المرته بتاعتك يكون اغمق، ممكن تصفي السمنه ترجعي تاني يعني السمنه بتاعتك على النار. هنا بقى قلت اول حاجه خلينا نشوف المواعين اللي عندي كتيره جدا، فقلت خلينا ايه على ما الميه تغلي نكون احنا ايه حطينا المواعين بتاعتنا، ارص الغساله يعني بحيث ان انا ابقى انجزت حاجه. يعني وانت واقفه في المطبخ مش شرط تقفي تغسلي المواعين بس، ممكن تعلقي على الغدا على ما تغسلي المواعين الناحيه التانية، وفي نفس الوقت ايه هتتابعي الغدا بتاعك. زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى ارص الغسالة بتاعتي، كل الحاجات اللي بتدخل الغسالة احطها، عشان خاطر انا عايزة الحوض بتاعي على قد ما اقدر يكون فاضي قبل ما نسلق الكرنب. يعني كل ده قبل ما نسلق الكرنب، لان انا محتاجة الحوض بتاعي عشان هبرد زي ما قلت لكم في اول الفيديو. الكرنب بتاع التفريز لازم تبرديه، مش ما ينفعش خالص تحطيه يستنى بس دقيقتين، هيستوي اكتر. انتي حتى لو مطلعاه من الحلة بعد دقيقة واحدة، من يعني بعد ما تسلقيه دقيقة واحدة، لو سبتيه كده هيتهري برضو. يعني لازم تبرديه عشان يوقف عملية التسوية بتاعته، وان هو ما يتهريش معاكي. فعلى طول اول باول تحطيه تحت المية الساقعة وتديله شطفتين، ولو بتحطيه فوق بعضه تشيلي اول باول وتحطي في قلب صينيه تانية، يعني تنقلي من المصفى تحطيه في صينيه تانية، بحيث ان هو طول ما هو متكون فوق بعضه برضه هتلاقيه يعني بيكمل عمليه السوا، فهيتهري معاكي. لما تيجي تحطيه في الفريزر ولو انت شايفاه دلوقتي ان هو لا ما اتهراش، هتيجي تحطيه في الفريزر، هتيجي تطلعيه بعدها تحشيه، هتلاقيه لا بقى مهري ومش هتقدري تحشيه، هتلاقيه بيتقطع اصلا معاكي وانت بتحشيه. المهم بقى جيت على الحوض هنا احضر بقى ايه اول حاجه الغدا. طبعا كل ده مهديه على الميه خالص. اليوم ده كنت شاريه مع برضو الكرنب، اشتريت 4 سمكات زي ما انتم شايفين كده بولتي، كبار حجمهم يعني كبير شويه. كان كل البولتي اللي في السوق لا اما كبير قوي لا اما صغير قوي، فبصراحه انا مش بحب السمك الصغير غير لما بيكون اللي هو السمك المشوي، مش بعرف اعمله. يعني انا كنت باكله مثلا عند حد عند ناس من قرايبي اللي هو الصغير اللي هو ايه بيتشوي اللي هو مقفول، فاهمين ان هو الدقه بتاعته بتتحط من فوق، فانا ولادي مش هيفهموه، فانا عشان كده ما جبتوش. جبت بقى السمك اللي هو البولتي الكبير شويه ده، قلت خلينا ننضفه ونتبله قبل ما نحط برده الكرنب، ونغسل بقى الحوض غسله نظيفه كده قوي، ونمسك السمك بقى نعيد على تنظيفه. انا اصلا في الطبيعي بجيبه الحمد لله يعني متنضف، فبروح عايده كده على تنظيفه، والاماكن اللي هي فيها قشور والسلسله اللي هي بتبقى في الاخر دي لازم تفتحيها، ولازم تنزلي كل الدم اللي بيبقى موجود، ولو اللي هي الخياشيم دي موجوده شيليها برضو، خلي الراس بتاعته فاضيه كده. طبعا اديته شطفه واتنين وقطعت كل حاجه كده بالمقص، وزي ما انتم شايفين خليته زي الفل، والقلب بتاعه بقى زي الفل. هغسله مره واتنين برضو بالميه، وهنصفيه بقى لحد ما نعمل التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه، عباره عن توم وهريسه من الشطه، هريسه شطه اللي احنا عاملينها مع بعض، وبعد كده ليمون وكمون وكزبره ناشفه وحبه ملح. طبعا دول 4 سمكات. عايزه بقى تحطي ليمونه ليمونتين، انا بحب احط كده ليمونتين، اعصر ليمونتين كده، ايه بحب التتبيله تبقى يعني مززه شويه. زي ما انتم شايفين كده بعصر الليمون، وبعدها افتكرت بقى ان انا ما عنديش اصلا كمون مطحون وكده، فعلى طول كده رحت جايبه الكبه بتاعتي. بصوا الكبه دي كان في حد سالني عليها، هتشوفوها دلوقتي معايا وهتشوفوا الاستخدام بتاعها. الكبه دي سوني، انا جايباها بقالي حوالي 6 سنين. 6 سنين ايه، لا ده بقالها بتاع 8 سنين. زي ما انتم شايفين كده اسمها صناعي. بصوا جبت كمون كده حصى، هي دي الكبه. المساحه بتاعتها صغيره او الحجم بتاعها صغير، بس هي ما شاء الله يعني منجزه. الغطا بتاعها هو اللي فيه يعني تكه الامان اللي هي اللي بتضرب معايا الكمون او الحاجه يعني اللي انت بتطحنيها. هي حلوه جدا، بس مشكلتها معايا حاجه واحده بس، مشكلتها ان هي مش بتتفك تتغسل. يعني انا من ساعه لما جت انا مش عارفه اغسلها، ما ينفعش اغسلها طبعا عشان الموتور بتاعها، وفي نفس الوقت هي ما بتتفكش، هي على طول كده زي ما هي قطعه واحده. فهي بضطر ان انا لو هطحن سكر او هطحن حاجه تانية بروح حاطه فيها الاول عيش ناشف كده، واروح او بقسماط او اي حاجه من دي، واطحن عشان يغير طعم التوابل، وبعد كده ابتدي ان انا اطحن السكر بتاعي.
فهو ده بس عيبها الوحيد، انما هي ما شاء الله عليها كويسه جدا واستخدامها سهل قوي وجميله وبسيطه، بس مشكلتها معايا انها مش بتتفك. حطيت هنا بقى زي ما قلت لكم كمون وكزبره وكمان رشه من الكاري تديله لون حلو كده، وبرده هنحطها على الدقيق اللي هنحمر بيه السمك. زي ما انتم شايفين كده التتبيله بقت زي الفل. نبدا بقى ايه نقطع كده زي ما انتم شايفين، نعمل فتحات. السكينه بس ما كانتش مساعداني هو ما شاء الله السمك كبير برده. بعمل فتحات كده هتساعد معاكي ان التتبيله تدخل في جوه السمكيه كلها، وهتساعد معاكي برضو ان السمك عشان كبير يستوي يعني يدخل من جوه يستوي بسرعه، يعني ما يقعدش كتير ما يستويش. برضو انا في واحده كده يعني ما فتحتهاش عشان اوريكم ان انا ممكن اعمل كده او كده. بصوا من بره بقى انا بحب اعمل الحركه دي قوي عشان تطعم معايا الجلد بتاع السمك من بره، يعني بملح كده جسم السمكية كله برضو من بره. طبعا انا حسيت ان التلاتة هيكونوا كافيين قوي لينا، فشلت الرابعة دي نبقى نجيب عليها سمك تاني او اي نوعية من السمك. حطيتها في الفريزر، هي كده كده نظيفة بس ما تبلتهاش. زي ما انتم شايفين كده بقى نبدأ نغسل كل حاجة تمام، عشان دي زفارة طبعا وسمك والكلام ده، ونغسل الحوض ونغسل الادوات دي كلها ونغسل ايدينا عشان خاطر نبدأ في الكرنب على طول. انا هنا طبعا كل ده الميه شغاله على النار بتغلي، بحيث ان انا على طول هسقط فيها الكرنب وابدا ان انا اعمل عمليه التبريد اللي قلت لكم عليها. الميه هنا غليت اهي زي ما انتم شايفين. هبدا بقى واحده واحده، يعني ما تتعفيش وانتي بتحطي او تملي الحله عشان تقدري ايه تطلعي كده او تقلبي الكرنب بتاعك. انا بفضل اقطع كده في الكرنبايه وببدا ان انا ارص كده الورق بتاعي، ويا دوبك زي ما قلت لكم دقيقه بس واحده على النار وهنرفع الكرنب بتاعنا. هتقولي لي ما استواش، هتقولي لي يعني حاساه لسه تقيل او يعني ما اتسلقش كويس. هقولك لما هتطلعيه والله من الفريزر هتلاقيه السوا بتاعه ممتاز، انما لو اتكيتي عليه اكتر من كده في السوا هترجعي تندمي بعد ما تطلعيه بعد التفريز. زي ما انتم شايفين كده بديها تقليبه بالمقصوصه اللي هي بتاعه البطاطس دي او اي حاجه عندك كبيره تقدري ترفعي بيها. بصوا خلاص كده هو بقى زي الفل عندي. طبعا انا الناحيه التانية ورا بعمل تبريد، يعني انا مشغله بنزل كده بورقتين ورقتين في الحله وبرجع تاني ابرد على الحوض ورايا، وبعد كده بشيل على طول من المصفى اول باول. ما تحاوليش تكومي الكرنب كله في قلب المصفى فوق بعضه، عشان في الاخر هتلاقي ان هو اتهرى منك. هنا بقى كل ما بلاقي ان الميه بتاعتي بدات ان هي تغمق، دول 6 كرنبات، فطبيعي ان الميه بتاعتك هتغمق قوي، فبلاها خالص. لو انت حاسه ان الميه بدات تغمق معاكي، انت ممكن تغيري الميه بكل سهوله، او تغيري الحله، او تكوني اصلا يعني حاطه يعني على حلتين على حسب بقى بتحبي. زي ما انتم شايفين كده هنا انا بدات اطلعه وطلعت القطاعه بتاعتي. هخليكي دلوقتي تعملي الكرنب ده بسرعه الصاروخ. بصي التقطيعه دي اسهل تقطيعه وبجد سريعه جدا. بصوا انا مبطئه الفيديو هنا عشان تشوفوا انا هعمله ازاي. هترصيه بمنتهى السهوله زي ما انتم شايفين. بقطع الجزء اللي هو العرق بتاع الكرنبايه بتاع الورقه، وبعد كده بروح ماسكه الورقه لفاها لفتين، وبعد كده بروح مقطعه بقى على حسب ما بتحبي التقطيعه، كبيره صغيره على حسب بقى ايه انتي وذوقك. زي ما انتم شايفين كده اهو بلف بس الورقه وهبدا ان انا اقطعها. برضو بروح رصاها على طول في الطبق الفل. طبعا ممكن تعملي في اطباق بلاستيك على حسب ما انتي تحبي. طبعا الحجم برضو بتاع الورقه ده زي ما انت عايزه بقى تفرزيه تقطعيه، يعني كل ورقه لوحدها ممكن تقطعي، بس هياخد منك وقت كبير قوي. خليه يعني وانت ايه بتلفي. بصوا هما يعني لو كرنبايتين هيخلصوا معاكي في حوالي نص ساعة، والله ما هياخدوا نص ساعة، انما دول عشان 6 كرنبات فانا قعدت فيهم فترة كبيرة. وخصوصا ان احنا عملنا كمان مع بعض يعني غدا فطار قصدي، عشان كنا صايمين وكده، فالموضوع طول معايا شوية وكان فيها المطبخ. بصوا انما انا لو هقف اعمل الكرنب بس كان زماني خلصته على طول. طبعا على حسب بقى ما انت عايزه تقعدي وانت بتشتغلي تقفي. انا عملت بصراحه اول كرنبايتين وانا واقفه كده، والباقيين لا قعدت بصراحه لاني كنت خلاص تعبت والصيام وكده، وبعد الفطار تقلت، فلا حسيت ان الموضوع صعب وكان فيه سوق وتنظيف مطبخ، فلا فقعدت بقى. وانا هنا بقى اول ما ببدا ان انا اخلص طبق ببدا ان انا برضو اشوف الحله بتاعتي اللي على النار، اقلب كده زي ما انتم شايفين. الكرنب مش بياخد وقت خالص، فبقلب كده تقليبه واروح مطلعاه ان هو ايه يتصفى على طول، يتصفى ويتبرد. بقى ما هو بيتصفى هنا كان في كرنب على النار زي ما انتم شايفين، وكان في ورا كرنب يعني بحط عليه ميه بارده وخلاص بصفيه. وبرده ده بيتسلق على النار، وبقطع هنا الناحيه التانية الطبق ده. فحاولي تكوني سريعه بس في نفس الوقت يعني ما تسهيش على النار اهم حاجه، لان اللي على النار ده هو اللي ممكن يتهري، وبصراحه الحاجه ايه حرام هتبوظ منك.
بصوا بقيت اخلص كل طبق واركنه على جنب، وهبدا ان انا اغلف الكميه كلها في الاخر. المهم ان انت تكوني مصفياه كويس، بحيث ان انت لما تحطيه في الاطباق ما يعملش تلج معاكي، والتلج ده هيتصفى عندك في قلب الفريزر بعد كده. هنا بقى كنا خلاص يعني قربنا المغرب، كان خلاص هيأذن. كنت كمان وانا واقفه عملت كده رز سمك، رز صياديه، عملته معاكم كذا مره على القناه. فما حبيتش برضو ان انا اطول بيهم الفيديو المره دي، لان الفيديو طويل لوحده. وريتكم بقى دلوقتي السمك كده اللي هنعمله. هنعمل يا دوبك حبه دقيق، يعني كوبايه دقيق عليها معلقتين نشا، عليها حبه ملح وحبه حبه من الكاري، بيديله لون حلو كده ما بيغمقش السمك معايا. ومهم قوي ان الطاسه اللي هتنزلي فيها السمكيه بتاعتك تكون واصله لحد نص السمكه. السمكه بتاعتك يعني الارتفاع بتاع الزيت فيها يكون مش اقل من نص السمكه، عشان السمكه بتاعتك يوصل لها التسويه. ممكن بقى لو السمك بتاعك كبير شويه ممكن تشوفيه بشوكه كده استوى او لا، في جزء صغير كده من السمكيه، وبعد كده تقلبيها على الجزء التاني، على الوش التاني. وهنا انا كنت شايفه الزيت داخل في نص السمكه يعني من جوه. خلاص كده تمام، التسويه بتاعته زي الفل. حضرت بقى على طول زي ما قلت لكم الرز، وكان خلاص الاذان قرب يأذن. كمان كنت اثناء ما انا شغاله كنت عملت العصير، يعني عصرت الموز وكده. وبعد كده بدأت في التحمير على طول. طبعا بحمر كده سمكية سمكية، عشان خاطر انا لو حطيت يعني لو حاطه حاجة اوسع من كده هتبقى عايزة كمية زيت اكبر. قبل ما تنزلي السمك بتاعك في قلب الزيت نفضيه كويس قوي من اي دقيق زيادة عليه، عشان خاطر ما يبدأش ان هو يتحروق منك في قلب الطاسة، والزيت بتاعك هيبوظ بسرعه. هتلاقي لون السمك اغمق. بصوا لو تاخدوا بالكم كده ان لون السمك عندي ذهبي، حتى الجزء اللي هو مش متحمر ده بسبب حبه الكاري اللي احنا حطيناهم او رشيناهم في قلب التعفيره بتاعه الدقيق. قبل بقى ما الاذان يأذن كنت انا عملت الطحينه وعملت الرز زي ما قلت لكم. للي مش عارف طريقه الطحينه بتاعتي عملتها قبل كده في فيديوهات كتير. هي طحينه، وهنزل عليها بكوبايه زبادي، وهبدا احط فصين من الثوم وحبه من الكمون وحبه من البابريكا. انا المره دي عملتها حمرا كده، كان عليها سنه شطه. فزي ما تحبي. وهبدا ان انا ادوبهم كده بحبه ميه دافيه لحد ما تديني السمك اللي انا عايزاه. بعد كده هروح نازله بمعلقتين من الخل، وهبدا ان انا ادوبهم واظبط الملح بتاعهم، ولحد ما تديني القوام ده ممكن ازود ميه، وهتديكي بقى احلى حبه طحينه. وممكن تحطي توم باودر على حسب ما تحبي. بصوا هنا كنت خلاص بقى الاكل كله جاهز، والسمك خلاص جاهز. والاذان كان خلاص بيقول الله اكبر، فخلاص بقى هنقعد نفطر. ده كان ال3 ايام اللي هم من نص شعبان. الروتين ده كان في نفس اليوم بتاع الصيام. فبصوا بقى صبيت كمان العصير، وكمان هوريكم بقى السمك. الاول بقى فرشت المفرش اللي هو الجديد اللي كنت موريه لكم في الفيديو بتاع الزينه بتاعت رمضان. بصوا زي القمر ازاي ادانا بقى جو كده من روايح رمضان. حسيتنا بجد ان احنا في ايام رمضان. حطيت العصير وحطيت السمك والرز. بصوا الاكل كان تحفه، والسمك كان ما شاء الله مسكر قوي، واكلنا وشبعنا. بعد الفطار قمت كملت باقي الكرنب اللي كان موجود، وبعد كده غلفته. بصوا الكميه رمت ما شاء الله. ال6 كرنبيات رموا معايا كام طبق؟ داخلين في 35 طبق ما شاء الله. بدأت كده بقى بالبلاستيك راب. اي يعني كل طبق اروح واخداه كده مرتين، عشان خاطر ايه اجيب يعني الم الجنبين كده، بحيث ان ايه يبقى متغلف كويس. غلفت بقى الكميه كلها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا كميه قد ايه. حبيت بقى اوريكم كده. بصوا شكل الكرنب عامل ازاي، ملفوف ومتقطع ومرصوص. وريتهولكوا بقى من قريب عشان ممكن من بعيد كده ما تبقوش واخدين بالكم منه. فبصوا شكله هنا عامل ازاي، كل اللفه لوحدها بوحديتها، ومش متقطع ومش مهري. وان شاء الله لما تيجوا تطلعوه برده هيبقى بنفس الجوده دي. طبعا البوتاجاز كان في حاله ميؤوس منها، والدنيا عندي كانت متزروطه، بس احنا مش هنخرج من المطبخ ده غير لما نخلي الدنيا زي الفل برده. شلت بقى كله على الفريزر كده، وبعد كده على طول دخلت على الحوض اغسل الكام حاجه اللي احنا اشتغلنا فيهم. بصوا بقى يا جماعه، لما تيجوا زي ما انا قلت لكم تصفوا الكرنب لازم تصفوه قوي، عشان خاطر الميه بتاعته دي بتبهدل وبتنزل في قلب الفريزر من تحت. فحاولوا ان انتوا تصفوه على قد ما تقدروا. كمان السمنه اللي سيحناها بقى اللي احنا عملناها اصلا، اللي هي كانت قشطه دي، بصوا عملت معايا حبه سمنه ريحتهم يعني في اخر الدنيا، جايبه اخر الدنيا. كمان بصوا بقى كده وريتكم شكل المطبخ بعد ما نضفناه وخليته زي الفل. بس بصراحه الفيديو كان هيبقى طويل جدا اكتر ما هو طويل. بصوا هنا كنت بعتهم كمان، قلت افرحهم كده عشان طول النهار مشغوله عنهم. بعتهم يجيبوا هوت شوكليت. فانا كنت المفروض قايله لهم يجيبوا كوكس، لان انا بستعمل كوكس من ساعه لما المقاطعه وكده، بس هم ما عرفوش وجابوا اللي هو كابري. فمش مهم بقى، قلت اعديها لان كانت الدنيا ليل ومش عايزه ان انا انزلهم تاني. وكمان عملت لهم كده الهوت شوكليت، وحطيت واحده مولتن كيك كانت عندي حطيتها كده في قلب الميكروويف، وقلت ايه ياكلوها برضو جنب الهوت شوكليت كده قبل ما يناموا.
بصوا هنا احنا كنت يعني طلعتها واكلنا منها جزء كده، فدخلتها تسخن تاني وقطعت لهم كده، قلت ياكلوا قبل ما يناموا، حاجه برضو بتفرحهم. لما اكون مشغوله طول النهار عنهم بصراحه الموضوع بيبقى صعب قوي، انا ببقى حاسه بالذنب. المهم هم ناموا بقى، وبعد كده دخلت على طول اعمل السحور. هم ما كانوش يعني ما كانوش صايمين معايا، انا بس اللي كنت صايم. فدخلت بقى قلت اتسحر كده حاجه خفيفه، حطيت معلقه من السمنه اللي احنا لسه عاملينها القمر دي، وحطيت بيضتين، وحطيت بعد كده جبنه موتزاريلا، وحطيت ملح وفلفل اسود، وعلى نار هاديه. ده كله الجبنه بتاعتي هتسيح وهتبقى زي الفل. احضر بقى معايا شريك النجاح والبطل معايا في الليله دي كلها، وفي كل ليله الشاي بلبن. هحط اللبن كده يغلي على النار، على ما احنا نوضب بقيه الحاجه اللي هنتسحر بيها. كنت جايبه فينو عشان طبعا كان في مدارس، قطعت خياره، حطيت جبنه وحطيت عليها زيت زيتون. بصوا ظبطت الدنيا كده بحيث ان انا احس برضو ان انا مكافئه نفسي. يعني بصوا انا كنت خلاص هلكت بصراحه، بس يعني مهمنيش، قلت اروق على حالي كده بالليل. بصوا عملت بقى شاي بلبن وكده ولقمت، وكان خلاص اللبن بدأ يغلي. وهصب بقى الشاي بلبن زي ما انتم شايفين كده، الاكل تحفه. يا ريت بقى لو اول مره بتشوفيني تنزلي تحت تدوسي على علامه الاشتراك، وتدوسي على تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. ولو مشتركه معايا في القناه ما تنسيش تنزلي تحت تحطي لايك للفيديو، وكمان تحطي كومنت حلو من قلبك. تاني يوم الصبح بقى جالي التمور الحلوه دي، بصوا كذا نوع، بس طبعا عبال ما قمت كان يعني اصور لكم كان التمور اللي هي ام شوكولاته، وشوكولاته فراوله دي كانت خلصت. كذا نوع، فانا حطيت من كل نوع حبه كده في قلب الكانديجار ده، وقلت خليه جنبي على الرخامه. برضو ناخد منه تمرايه كده ولا حاجه واحنا واقفين تدينا طاقه، او على الفطار نفطر على تمرايه. وكده كان الفيديو انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون خفيف على قلوبكم، وما تنسوش اللايك يا حلوين. اقابلكم بقى في الفيديو الجاي، وان شاء الله فيديو احسن من ده، وكمان برضو في تفريزات ان شاء الله. اشوفكم على خير.